السلام عليكم. بدأ ماتش الزمالك وفاركو بدور برد وحبيتين اسبرين، واعتمد فيريرا على أسامة نبيه، واعتمد أسامة نبيه على خطة هجومية من غير فيتامين، على أساس يعني كل اللعيبة كانت ضعيفة وكده. أما المدير الفني لفاركو السير طارق العشري الشهير بشريك الكرة المصرية، فبدأ بخطة دفاعية تسعى للمرتدات عن طريق 3 لعيبة، شكري كوميتريكس، عمرو ريفو، محمود حماد عشان ما نحلبش الإفيه. بس لفت انتباهي شيء غريب في فاركو قبل مباراة الزمالك، وهي الحماقة الدفاعية لفاركو طارق العشري وعدم قدرة الهجوم على تسجيل أكتر من هدفين إلا في الزمالك. المهم مشي الماتش لحد الدقيقة 6 لحد رأس التحطيم من اللاعب كبير العمر صغير المهارة حسام عبد المجيد، وبعدها انتهت الكرة بأقدام اللاعب الأكبر عمرا من حسام عبد المجيد شكري نجيب. وفي الوقت ده اتدخل الكابتن أسامة نبيه وخد رأي الراجل ده وقدر فعلا انه يتجنب الجون التاني لمدة 26 دقيقة. وعشان انت وصلت معايا للمرحلة دي جه الوقت ان انا اوريك ملخص الشوط الاول من وجهة نظري. حاسب وعلى عاو نيمار قرش الجاو. انا حاسس اني مبالغ فيا. بتمد ايدك على ابوك يا حنفي. انا بابي هيدمرك. يا رب ما حد يشوف العبط ده. شكري العجيب دي نهايتي اكيد. انا نقطة ضعف الكور الارضية، ما انا بعرف اهجم. هو امال ايه 15 جول في مسيرتي التدريبية دي؟ ها معايا واسطة. انت بتعمل كده ليه؟ انا متوضي يا جماعة، محدش يبصيلي. حقيقي النوم سلطان. السؤال ده بجد، مين اللعيب ده؟ انا مخصمكوا عايز الفلوس بتاعتي. مش معقولة جد فريرة؟ الحياة أصعب من إنها تتعاش. الوداع. إيه البلوة دي؟ أعمل بيها إيه؟ حد ياخد الكرة مني يا جماعة؟ أنا مجنون وممكن أجيبها فينا والله. أنا لازم أعوض غياب إمام أخونا. لا عمرو جمال ده من ريحة الأهلي مش لاعب. أهم حاجة في الديفندرات التكلينجات. خد الشلوت الفلاحي ده بقى. خطة مايكل جاكسون. اوعى بقى هثبت نفسي. ركلة الحلوف. مفيش زر بطاطا في البرد ده يدفيني. هو انا كده هرجع الاهلي؟ انا اكبر من اني اخد كرة ارضية. ركبوني معاك، احنا جمهور فاركو. كل الطرق تؤدي لروما. كرة جامدة خالص. نفسي العب بقى. ماذا نصنع بمحمد؟ نقتله. وكيف نقتله وله اهل وعشيرة؟ الماتش ده مش من مستواي. المعسل تقيل على الصدر برضه. الحمد لله على السلامة. الكورة بتتكون من جلد وبلف. بدأ الشوط التاني بصفارة الحكم من غير أي داعي. كل اللعيبة كانت عايزة تروح بدري وتشرب اللبن وتتعشى وتغسل رجليها وتنام، ولكن 45 دقيقة بذكريات أسوأ حجوزات كرة لعبتها في حياتي حالة دون ذلك. وفضل ماشي الماتش بمر ومر لحد نزول اللعيب اللي أنا ما اجتهدتش في إن أنا أعرف اسمه واللي جنسيته مجهولة بالنسبة لي. اللعيب ده حط جول رهيب بصراحة، وعشان حلاوة الجول ومراعاة نظرتك ليا في ان تحليلي اخره يتعرض على الام بي سي 3 قررت اديلك ملخص الشوط الثاني من وجهة نظري. امسك لهم الازازه جامد وارميها. بقيت جوارديولا. حقيقي الكباري اهم مشاريع البنيه التحتيه. الحمد لله رجعت لمستواي في حجوزات المدرسه. انا فينيش احلى من الاندرتيكر. لا ما تشوطش فيها التيشيرت ابيض بقى. انا عمرو السيسي وربنا يخلي لي اسم ابويا. يعني البيضه وصلت 4 جنيه في بورصه البيضه النهارده. بموت في الكور القطريه. خطه 18 ده غويط جدا. ايه الباليه اللي انا بعمله ده؟ لازم نحس باخواتنا. 2-0 كفايه. ابقى محمد سعيد وامسكها بايدي ولا شيكا والعبها برجلي. انا متردد جدا. احنا التلاتة سكرنا باتا. انا عمرو السيسي. ازاي تصد كورتي يا فاسل؟ هو سامسون بالغ ولا مين ده؟ انا حاسس اني بالغت في استخدام الجل شويه. اوعى الوقفه السينمائيه. انا بتألم جدا. طب خلاص انا خفيت. هي الكرة خرمت في الشبكة من غير ما اشوفها ولا ايه؟ اغرب تكتيكات طارق العشري 2023. انا حاسس ان وجودي بيعمل مشاكل. لمني واخلص بقى، انا هرجع طلائع الجيش اصلا. تعملي ايه حضرتك؟ احنا بلعنا. وبعد العودة دي وتحليلي الوضيع لأداء نادي الزمالك أبقى أنا كده خلصت. سلام. ها أنا ما خلصتش. لسه في الزمالك وشباب بالوزداد. كل الحب. بدأ ماتش الزمالك وشباب بالوزداد ب 11 شاب من بالوزداد و11 شورت ودستة تيشيرتات، واعتمد فيريرا خطة بالباصي بالعرض بقيادة الشاب دونجا وعمرو السيسي والشاب خالد. أما المدير الفني لشباب بالوزداد الشهير بأميتاب باتشان عديم الدوجلاس فبدأ بخطة هجومية بقيادة 2 لعيبة أفارقة عجلوا باعتزال حسام عبد المجيد واللاعب الصغير المجهول محمد طارق مراد عبد المجيد متولي. بس لاحظت شيئين مهمين جدا في لاعب الوسط دونجا. الاولى وهي ميزه، وهي ان رجليه طويله جدا وده يساعده في فتح الحوض وفتح البرجل. الشيء الثاني وهو عيب خطير وهي انه ما بيعرفش يلعب كوره.
خالص. وبعد تركيز ب 2 جنيه وتحليل ب 4.5 لقيت ان الشوط الاول شوط عبيط خالي من المتعه، خالي من كره القدم، وعشان كده قررت اديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظري. ماليش مزاج استلم كرة دلوقتي. ستوب. انتهى عصر انيستا وبدأ عصر الجزيري. لا ده انا مهاري جدا بس عبيط شوية. الفتاء مش بيفرق بين كبير وصغير. اخضع ياض. اصعب لحظة لحظة الفراق. حراسة المرمى اكتر مركز مظلوم في كرة القدم. هي دخلت صح؟ يا عمود يا فقري. انا من عشاق لعبة البركو. انا ماسك اعبط لاعب في الفرقة. ابويا قال لي انت فيك من سعد راموس. انت بتعمل كده ليه؟ العصعوصة قتلاني. الكرة دي زي حياتي ماشية عكس ارادتي. انا دونجا وكان نفسي اطلع فطاطري. بيه على مهلك ولا شايف حد في مصر كلها قدامي عشان تبقى عارف ده انا بيه ابن بيه. ما اقدرش اتخيل حجوزات افريقيا من غير خربوش الشاي ده. الشاي سخن يح. الحمد لله على السلامه. المدير الفني هو اللي بيحط الخطه. بدأ الشوط الثاني الساعة 7:05 بتوقيت مصر، واستمر العبث الكروي دوت لحد مشهد عظيم. نجمه الأول الوجه الصاعد بإيده دونجا. وبعد إحراز شباب والوزداد للهدف الأول اكتشفت إن الماتش ده أقل من تحليلي الوضيع، وعشان كده قررت أستغل الموضوع وأديلك ملخص الشوط الثاني من وجهة نظري. بجد والله يعني الحشيش الجزائري بيزغلل ما يسطلش. خد شلوط شطلاوي. انا كل معلوماتي عن الكنترول انه جنب الويندوز. ايه هتعمل ايه؟ مش هتاخدها ولا ايه؟ انا ههجم طيب ونكمل العبط ده بعدين. هو ده العجن الكروي اللي معرفتش اجيبه فيهم هجيبه فينا. يبقى احمد جول. انا مش واثق في نفسي. تونس والجزائر شعب واحد. لا حول ولا قوه الا بالله. مرتده ضربنا عليها اول امبارح. هنعمل بيها ايه يا جدعان؟ انا نسيت. جو ساعه مش قادر اجري. ايه عبيط. خد يا جزير السرودة. حان الوقت لنخبرهم بقصتنا يا اليكسس قندوز. لوحدي حمله. انا الحارس. ظلم والله العظيم. رافع ايدي وقايل انا الحارس. هندس علينا. انا هشوط هنا وانا هترمي هنا. اتفقنا. هو انا سهل قوي كده؟ وداع يا حب خلي وباع. طريقة البفتيك. هاتها بقى ما تقنبرش كده. شكلي وحش طول الماتش. لعبت تماثيل. انا اكتر حاجه بتميزني سرعه الاستشفاء. كرة عاليه خالص. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. الكرة اختفت. المهاره دي شيء عظيم. انا مفتقد نقطه ضعف الكوره العاليه. هو روبرتو كارلوس كان اشول بجد؟ الله عيني في عرضك يا باشا. التمثيل فن مش عنا. ويو بروس لي. عذرا قد حضر العود. يم ايه اتصدت؟ انا مروح. خلصوا وحصلوني. استعد لقفزه البلاص. وبعد العودة دي أنا جاي أقول لك جملتين بجد. أنا جعان وعايز أنام، ومشكلة الزمالك لعيبة وإدارة، وبكده أبقى أنا خلصت. كل الحب لجماهير الزمالك. سلام. Are